المصري القديم كان بارع، طبعا كان بارع، بارع في الهندسة، بارع في العمارة، بارع في الطب، بارع في الكتابة، بارع في كل حاجة. لو بصينا هنا المنظر هنا دي أدوات الهندسة اللي كان بيستخدمها في البناية. أثناء البناء عايز يجيب جدار سليم بهذا الشكل، بيعمل التقالة اللي هي بتنزل بالشكل ده عشان يضمن ان الجدار مستوي. طب دي واحد. اتنين، هنلاقي هنا المسطرة عشان يجيب الخطوط الطولية والخطوط العرضية. بنجيب الزاوية اللي هي زاوية 90 اللي بيستخدمها برضو عشان يجيب آخر نهاية الجدار بهذا الشكل، يبقى فيها القط بتاعتها القطعة بتاعتها يبقى بهذا الشكل، تاخد شكل الدرجة 90. ايه الكتلة الغريبة اللي موجودة هنا؟ تخيلوا احنا دلوقتي لما بنيجي نبني عمارة، بنبني بيت، بنجيب رسم هندسي. المصري القديم لما كان بيحفر مقبرة كان بيعمل برضو ماكيت أو بلان أو رسم هندسي للمقبرة. لو بصينا هنا أحد المقابر الموجودة في وادي الملوك، وهو بيمثل لنا بقى الشكل هنا الجميل بتاعها، عبارة عن إيه؟ عبارة عن السلالم وهي نازلة، نبص للظل صباعي كده، السلالم هي نازلة، ثم المقبرة من الداخل على يمينه ويسار الداخل، ثم ندخل مثلا في الصالة الثانية، ثم لغاية لما نوصل ما يسمى بغرفة الدفن. يبقى هنا كان عنده ماكيت، عنده بلان، عنده تصميم ديزاين للمقبرة. بعد ما بينتهي مش مهم، ما بيستخدمهاش، يقطعها يرميها. على فكرة في سنة 2005 2006 لما بدأ عملية التنظيف لإزالة بعض الحجارة الزايدة والتراب والدبري والرديم اللي موجود في وادي الملوك، أثناء عملية النظافة تم العثور على الكتلة دي. والأجمل منها لو ركزنا في الجزء الصغير ده هنلاقي فيه ان المصري القديم لما كان بيبدا في الشغل مثلا بتاعه في الصبح، في عنده ساعه في النص بريك ياخدها راحه للاكل للشرب لاي حاجه من الكلام ده كله. فهو وقاعد بعض الاحيان، عارف لما يقول يموت الزمار وصباعه بيلعب، يموت الرسام وايده بترسم، حاجه زي كده. فالمهم هو قاعد في الساعه بتاعته راح جايب كتله حجريه من حجر جيري من المنطقه نفسها، وراح راسم عليها العمل داخل المقبره كان بيتم ازاي. ودي من اهم القطع اللي تم العثور عليها بطريق الصدفه. حته حجر صغير جاب لنا المنظر هنا، وجاب لنا شكل السقاله داخل المقبره بهذا الشكل، وجاب لنا العمال وهم موجودين من فوق ماسكين الهاند اكس بتاعتهم او البلطه اليدويه، وهم بيقطعوا من سقف عشان يفتحوا المقبره، وتحته العمال وهم شايلين الرديم وطالعين خارج المقبره. منظر جميل جدا جدا جدا، وفي منتهى الاهميه بالنسبه لينا احنا كاثريين، انه ازاي كان بيشتغل العمال جوه المقبره، ازاي بيقطعوا، ازاي بيلموا الرديم هم وخارجين. ده المنظر ده منظر حي للي كان بيمثله لنا المصري القديم، ودي تعد من اهم الاكتشافات الغير متوقعه كانت داخل وادي الملوك.